يا مساء الفل، يا مساء الانوار. طبعا كلكم عارفين يا حبايب قلبي وستات البيوت كلهم عارفين ان لما احنا بنخزن حاجات في البيت بتوفر معاكي لفترة طويلة جدا جدا جدا. احنا بقى هنخزن كام حاجة، بس النهاردة هنخزن توم، يعني اي حاجة ينفع تتخزن في الديب فريزر او في الفريزر عندك هنعملها مع بعض. بس النهاردة هنخزن توم. طبعا انا كان عندي توم، كنت مخزناه ناشف. بس بقى مع الوقت والشتا، طبعا في اسكندرية اللي عايشين في اسكندرية عارفين المطر وعارفين الشتا بيبقى كتير قوي ازاي. كنت مخزناه، وبعدين مع الرطوبة بقى والشتا زي ما قلت لكم لقيته كده ابتدى يزرع، فانا قلت لا بقى، ده انا هخسر كده كمية توم كتيرة وحلوة. فانا ايه لما انضفه وافرزه بقى عشان خاطر ايه ينفعنا في رمضان، وينفعنا لمدة طويلة كمان، يعني هيقعد كمان اكتر من شهر او من شهر ونص. وكمان هيعدي كمان رمضان. طيب انا جبت التوم ونضفته وطلعت بقى الزراعية اللي من جوه ديت، ليه؟ علشان خاطر دي بقى اللي بتعمل انتفاخ وبتتعب قولون المعدة وكده. بعد ما غسلته غسلة كويسة ونضفته وسبته طبعا ينشف الاول قبل ما انضفه ويتصفى خالص من المية، وبعد كده انا رحت مطلعه قلبه ورحت فرمته في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما فرمته احط عليه معلقة ملح، وكمان احط عليه معلقة ونص زيت او معلقتين زيت زي ما تحبي. بس هو يعني الحبة اللي انا حطيتهم دول كانوا كفاية قوي يعني. ونقلبهم تقليبة كويسة، ونجيب بقى اكياس التلاجة الحلوة بتاعتنا ديت، ونبتدي نحطها في الكياس. بس هنحطها بطريقة سهلة بحيث ان احنا لما نعوز منها ما نطلعش بقى الكيس كله يفك وكده، لا. هنطلع الكيس نكسر منه الحتة على قدنا، هوريكم طبعا دلوقتي انا هعملها ازاي، وازاي الحتة اللي احنا عايزينها دي تفك بسرعة. طبعا جبت كيس التلاجة، هبطط كده التوم فيه واسويه لغاية لما تبقى كلها سوات بعضها سوا واحد. اجي جايبه بقى ظهر السكينه ومشيه كده بقى ايه عليه من بره بالراحه، بحيث ان انا اعمل مربعات عشان لما اجي اكسر الحته اللي انا عايزاها تتكسر معايا بسهوله. ما طلعش بقى الكيس كله يفك ويرجع تاني يتجمد ويفك ويرجع يتجمد، لا هتلاقوه اسود معاكو ومش حلو. لكن كده انا بحافظ كده على التوم، وبحافظ عليه ان هو يقعد معايا فتره طويله، بحيث ان انا كده ايه اوفر انا كده لغايه لما يطلع التوم الجديد ان شاء الله. كده هيفضل يعني عندي توم لحد ما يطلع التوم الجديد في الاسواق ان شاء الله علينا وعليكم بخير. وطبعا في رمضان مفيش وقت بقى تقعدي تقشري ومش عارف ايه، لا كده كده جاهز على طول. انت ممكن تخلي شويه بس عندك في التلاجة وبرطمان ولا حاجه، بحيث ان انت لو هتستخدميهم خلال اسبوع ولا حاجه. وتحطي عليهم برضو شويه ملح. انا بجيب شويه توم بضربهم بقى مع شويه مع قرنين فلفل اخضر كده وشويه شطه وملح، وبخليهم عندي في التلاجة ده الاستخدام مثلا يومين 3 ايام كده. انما الاستخدام فترات طويله بعمله زي ما انتوا شايفين كده، وبضربه في الكبة وبحطه في الكيس دي وبحطه عندي في الديب فريزر. بيبقى سهل وما بشيلش هم بقى كل شويه يا هقشر توم مش هقشر توم عندي ما عنديش، لا كده تمام يقعد معاكي من السنه للسنه. وزي ما قلت لك كده المربعات ديت بتخليكي سهل ان انت تاخدي منه القطعه من غير ما تفكي الكيس كله، انت هتطلعيه وتكسري الحته اللي انت عايزاها وخلاص. كده خلاص احنا عملنا وخلصنا. يا رب تكون الوصفه والطريقه عجبتكم، والسلام عليكم.